بعد كده الطفل بيموت. الطفل علي الجميل ده عنده مرض ضمور العضلات، والعلاج بتاعه غالي قعدت جدا. طول عمري مستنيه اليوم ده ان ابني يكون ليه علاج. ابني ليه علاج، هي حقنه واحده بس تكلفه العلاج 3 مليون دولار، تخيل. حتى لما ربنا حب يبتليني ابتلاني بابني، مش قادره اجيب لابني علاجه. عايزه كل اللي بيشوف الفيديو يحطوا نفس مكاني، احس بالوجع اللي انا فيه، احس بالالم اللي انا فيه. لما ام تغيب طول عمرها محرومه، بتلف عند دكاتره وعمليات عشان ربنا يرزقها بطفل. بعد ما ربنا يرزقني بالطفل ما فرحتش 18 سنه. المرض ده بيأثر على عضلات الجسم كلها، والطفل بعد كده بيقعد على كرسي متحرك. وكل اللي مطلوب مننا لو انت ما تقدرش تساعد تقدر تساعد لو شيرت الفيديو، ودي اقل حاجه ممكن تعملها. العلاج موجود في دول معينه، فعلي هيسافر اصلا عشان ياخد علاج بره، بس طبعا التكلفه كبيره. انا مش هقول لك ان هي مش كبيره، بس مش كبيره على بتوع الخير. انا بطالب اي حد بيشوف الفيديو ده وعنده رحمه يعمل شير للفيديو ده. لو انت مش هتقدر تبعت حاجه اعمل شير، الدل على الخير كفاعله. انا بس بقول لك اعمل شير يا عم، ضغطة زرار.